الأب والأم دول حاجة كبيرة أوي، اوعوا تاخدكوا الحياة وتنسوهم. لما كل واحد فيكم يبقى له حياته المستقلة ويروح في مكان تاني بعيد عنهم، إياه ينسى في زحمة الحياة أبوه وأمه. افتكر دايما إن حياتك اللي انت عايشها دلوقتي هم السبب بعد ربنا إنك تكمل وتنجح فيها. افتكر إنهم ضيعوا أجمل أيامهم عشان يربوك ويكبروك ويوقفوك على رجليك من غير ما ينتظروا منك مقابل. واعرف إن حاجات صغيرة جدا ممكن تعملها لهم تفرحهم وتسعدهم، وهتاخد تمنها. أيوة، هتاخد تمنها. دعوة جميلة من قلوبهم اللي بتحبك بجد، لأن مفيش حد في الدنيا هيحبك قدهم. مثلا افتكر عيد ميلادهم وهاتلهم هدية على حسب إمكانياتك، أو حتى قول لهم كل سنة وانتوا طيبين. افتكر ميعاد هم كانوا محتاجين إنك تكون معاهم فيه وتسندهم، وتسيب مشاغلك الكتير وتروح لهم. هتسعدهم قوي وتحسسهم بأهميتهم عندك. خصص من يومك ربع ساعة بس تتصل بيهم فيها، تسأل عليهم وتطمن على أحوالهم وتتكلم معاهم. فاجئهم في يوم بحاجة هم كانوا محتاجينها واتقالت قدامك، وهم أصلا ممكن يكونوا نسيوها. هيحسوا بسعادة كبيرة لو انت افتكرتها وجبتها لهم. سعادتهم مش هتكون عشان الحاجة اللي انت جبتها، لأ، سعادتهم هتكون عشان انت وسط زحمة حياتك افتكرتهم. اوعى يعدي عليك يوم ما تسألش عليهم، حتى ولو بمكالمة تليفون. ولو في حد منهم فارق الحياة برضو ما تنساهوش. اترحم عليه وطلع دايما صدقة على روحه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوني حاجات صغيرة جدا ممكن تعملها لأبوك أو أمك هتفرحهم وتحسسهم إن عمرهم اللي راح ما راحش من غير فايدة. وصدقوني هيكون المقابل حاجات الصغيرة دي خير كتير ليك ورضا ربنا عليك. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. حسوا بقيمة الأب والأم وهم عايشين بينكم، واهتموا بيهم، فرحوهم، وبلاش تزعلوهم قبل ما تندموا لما يسيبوكوا ويقابلوا رب كريم.